تفهمش وهو صغير يعني هو بيتولد شدوه من مناخيره ولا كان ايه النظام؟ يلا خير. فلاتر. الله يرحم اموات المسلمين اجمعين يا عم زلزال، الله يرحم اموات المسلمين اجمعين. اصل امبارح انت قلت لنا ارمي الدعوات، كنت دخلت مش عارف غرفة الغدير، باين غرفة الغدير، لقيت واد كده اهو قولي مش عارف ايه انا لساني وغانا انا الله وما اعرفش ايه، واد كده مسرسع ما تفهمش والله، حد كان خانقه وهو صغير ما تفهمش والله. استغفر الله العظيم. بيقول لك ايه؟ شكرا يا عم روك، شكرا. انا الاثنين بس كمل. بيقول لك ايه عم زلزال عمر، بيقول لك ايه؟ اليس الله قادر على ان يخلق الها مثله؟ اليس الله قادر على اله؟ ده رد عليا، ها ما حدش هيعرف يرد، ما حدش هيعرف، يخرب بيت اهله. واصل امبارح قاعد بنفس الحكايه دي، قلت له كتبت له كلمه بعد كده بندني، قلت له يا اسمه ايه؟ اسمه علي زكريا او زكريا علي حاجه زي كده، اسمه يا علي زكريا او زكريا علي، اول مره يشوفه احس انه صرصار غيط ماشي. قلت له يا اخ زكريا علي، هل انت عبيط وانت صغير ولا لما كبرت بقيت اهبل؟ راح طردني. صرصار الغيط اللي هو بيقعد يصفر طول الليل ده، ما انتش عارفه والله. قاعد وعمال يضحك، وجايب جنب جاموسه جنبه مش عارف مين، وعمالين يضحكوا. قال لي اليس الله بقادر على ان يخلق الها مثله؟ وان لم يقدر فانت قلت ان الله ليس بقادر، يبقى كفرت. ما تفهمش والله العظيم، ده لاقينه فين؟ الله يخرب بيت البلتوك اللي لم الزباله بتاعت الشيعه والله. يعني جايبين حمار وكمان مركبين له صفاره، مش يجيبوا واحد بيفهم والله العظيم. زي ما بقول لك كده زلزال، ما والله ما بهرج. قلت الغبي ده بيتكلم ازاي؟ استغفر الله العظيم. هو ذات الله خلاص بقت مع اي بني ادم، اي حمار ما بيعرفش يقرا اسمه خلاص بقى يتكلم في ذات الله عز وجل. استغفر الله العظيم والله. ادنا والله العظيم يا عم الحاج، قلت الحمار ابن الرفضي ده ازاي يقبل انه يقول على الله عز وجل كده؟ ازاي انه يقول ان الله قادر على ان يخلق الها مثله؟ ده ايه الهبل ده؟ هو الشيعة ضاربين خالص يعني، ما فيش مخاخهم بايظه، ما فيش حد يقول ان حاشا لله ان يكون مثل ذلك، او ان وكلهم عمالين يضحكوا ويقولوا انك انت لما قلت لا ان الله ليس بقدر يبقى انت مش عارف قلت ايه. والله كنت عايز اكلمه بس قلت ما قلت الكلمتين دول كفايه. المراجعات، هو في حد زي المراجعات؟ قاعد ساكت يعني، ده على اللي بتقولوا عليه ام بتعه. المراجعات يا اخويا، يا لهوي على المراجعات. يقول لك المراجعات وهو صغير كانوا عاملينه دواسه حمام، تدخل تمسح رجلك فيه قبل ما يطلع، وتطلع تمسح رجلك فيه، عشان كده وشه برطش، دماغه برطشت كده، بقت قد القلقاسه النيه ان شاء الله. مستبطر اسمه باف. اكيد ده حشر، اكيد ده حشر يا اخونا روك. الله، اول مره شفت وانا بنزل بتاع من ملك التسجيلات، شفت صورة المراجعات. والله انا مستغرب، ده هو المفروض ان يترجع عليه. ده مش اسمه مراجعات، ده المفروض يترجع عليه والله. مين اللي يقبل يبص في خلقته ده؟ وده متجوز المراجعات ده؟ متجوز ده اخونا محب الحسين؟ ما اظنش. من المتخلفه اللي تقبل؟ اظن ده تبع قسم نكاح البهائم، لان مش هيفرق. لا ده هنزلها لك، هجيب لك. عارف انت في اسمها ايه دي، ملك التسجيلات، وبياكل من مراخيره، عمال بياكل من مراخيره ما تفهمش ليه، ودانه طوال واسنانه كتار، ما تعرفش يعني، حاجة غريبة يعني. هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، بس بيقول لك انقرض، لان بيقول لك طالع له من ودانه رجلين. يعني هو بيقول لك شبه صرصور الغيط وايه، وقلب على الزواحف بعد لما حصل التطور بتاعه ان شاء الله. بس بيقول لك ليه فروه، ما تقلقش، ما بيسقعش، ليه فروه. وفي التعديل الجاي ان شاء الله هيركبوا له ليه.
هيلغوا له الديل ويركبوا له ليه. خد يا عم زلزال المايك، خد يا عم. فيفصل. لا يا عم احنا لسه جينا عشان تمشي يا عم. ابو عزوز انت رايح فين يا عم؟ مستنى مش هنشوف المراجعات دوت اللي شبه قنديل البحر، ما احناش عارفين له وش من قفا والله. انا اول مره اشوفه وعد الله. بس بعد عنك بقيت اجيب الشبشب واقارن بينهم. بقيت اجيب الشبشب جنب الشاشه واقول ايه، طب ديت لها ايه بتاع ده ليه سوسته، ده ليه زرار المراجعات ليه زرار جنب ودانه ماشي فاهم ازاي، ده ليه حته قماشه زياده، المراجعات ليه لسان جزمه، يعني فاهم ازاي امور كده كنت بقارنها والله. بس ربنا يكرم ان شاء الله. اتفضل معاك المايك يا اخونا زلزال عمر. السلام عليكم.